بس من رخصتكم انطوا المايك لحسين السعودي، عليكم العباس بدون مقاطعة يا اخوي، بدون مقاطعة. تفضل اخوي حسين. اشكرك يا كاظم. لا حنا نتكلم، لازم نتكلم اليوم بشكل واضح. أنا شيعي ومكتوب على هويتي سعودي، مواطن سعودي. عقائديا لربما أختلف مع آل سعود، ولكن أنا أعترف أن آل سعود سوونا بشر. أنا شيعي من محافظة القطيف في شرق المملكة السعودية، ودرست فيها لين الثانوية، وبعدها جيت الرياض درست الماجستير، والحين أنا شغال أستاذ ومدرب موارد بشرية واستشاري. للأمانة آل سعود ما عندهم تفرقة ما بين محافظاتنا والمحافظات الثانية، بس عشان حنا شيعة. القطيف والحسا شوارعنا نظيفة، خدمات ممتازة، كهرباء وموية وغذاء، وتعليمنا ممتاز الحمد لله. وباختصار آل سعود يبغون يسوون بشر. أنا آسف يعني الحين بتقولون هذا طبال ومدري إيش. لا لا بالعكس، هذا الكلام معروف عند أوساطنا الشيعية في شرق المملكة. أنا يحز في نفسي بأمانة أن أي سلطة شيعية موالية للإمام علي عليه السلام ما تأدي الأمانة بحق شعوبها. حنا شيعة المملكة قاعدين نناظر اللي يصير في العراق وفي إيران وسلطة الحوثي في اليمن، وسابقا بشار الأسد. للأسف آخر شيء يفكرون فيه هو الإنسان. حسين يعني كل عقلك تريد تقنعني آل سعود مو مضطهدين الشيعة بالسعودية بربك؟ والله يا بس دقيقة، بس لو تسمح لي يا كاظم، موضوع الاضطهاد في الدول العربية تراوح من بلد إلى آخر، ولكن اللي أنا قاعد أركز عليه الحين هو بناء الإنسان. دقيقة بس، والبناء الإنسان والاهتمام بالخدمات العامة. أكيد آل سعود ما يحبون أحد يتدخل بالسياسة، وهذا أمر طبيعي لأنهم ما يبغون زعزعة سياسية في البلاد. ولكن الآن أنا كشيعي بعيد عن السياسة، إيش المزايا اللي أحصلها؟ ولذلك أنا بسألك الحين، هل أنا آمن في بلدي؟ نعم. هل أحد يتعرض لي على الهوية ويقتلني بناء على تشيعي؟ لا. هل أتعلم بشكل جيد؟ نعم. هل شوارعنا وطرقنا مزفلتة؟ نعم. هل في كهرباء وماء وبنزين على مدار الساعة بأسعار رخيصة؟ نعم. هل أحصل على منحة تعليمية بخارج البلاد أو داخلها على حساب الدولة براتب جيد كطالب؟ أي نعم. هل عندي وظائف بكامل سلاك الدولة، جيش، أمن، شرطة، مباحث، تعليم عالي، صحة، نفط، هندسة وطيران؟ أقول لك أي نعم. هل أنا كمواطن سعودي شيعي لي الأولوية بالتوظيف في شركات القطاع الخاص والعام علاوة على الأجانب؟ اي نعم. الاضطهاد يا كاظم ما هو عدم السماح بالتظاهر في البلاد بس، وإنما تعطيل لعقل الفرد وإجباره على الركض وراء لقمة العيش. الاضطهاد هو تجهيل الشعب بمهاترات حصلت قبل مئات السنين ما تأثر على حياة المعاصرة. الاضطهاد هو أنك تعيش على أرضك وتخاف أنك تقتل على الهوية الدينية، أو أنك ما تتعلم بشكل جيد، أو ما تحصل شغل جيد، أو أنك تضطر للهجرة بسبب سوء المعيشة. كذا على سبيل المثال أنا شيعي وكل عائلتي وجيراني شيعة، وحنا ضد ظواهر اللطم والتطبير وتقبيل أرجل الزوار والزحف في الطين والقذارات أكرمك الله، وتمثيل دور الإمام الحسين عليه السلام في المسرحيات. هذا عار. أنا الحين مدرب موارد بشرية واستشاري علاقات عامة هنا في الرياض، وعندي بيت وسيارة وعندي أطفال الحمد لله، وأتحدث لغتين. كيف تبغاني أقبل على نفسي بمكانتي الاجتماعية أني أروح ألطم وأضرب نفسي وأجلد روحي وأنزل لهذا المستوى؟ رغم أن الحسين عليه السلام هو أحفاده العشر مستحيل واحد منهم لطم. ومع الأسف أنا بكل أمانة أقولها، لو أن إيران اللي تحكمنا في السعودية الآن هناك احتمالية كبيرة اني اقبل بظاهرة اللطم انا وعائلتي، لان بكل امانة ما راح اكون متعلم بهذا المستوى اللي وفروه لي آل سعود. بالعباس بس لحظة من رخصتك، المعذرة للمقاطعة، بالعباس جاي يتخبل من حكيك هذا. والله العظيم احنا بالعراق عيشتنا خياس ودمار. احنا بالعراق ماكو امن ولا امان، ماكو حكومة حقيقية، ماكو وزارات، ماكو تعليم ولا صحة. شوارعنا اخر مرة بلطها صدام، وحق هذا ابو فاضل. مستشفياتنا تقول مضروبة كيمياوي، جهالنا يشربون جقاير ويكبسلون من اول ابتدائي. وحق ابو فاضل باخر احصائيه قريتها عندنا بالعراق 1,000,000 شاب مدمن مخدرات. وهمي انا شغل ماكو، عمله بالقاع، اقتصاد ريعي.
تعرفون شنو يعني اقتصاد ريعي؟ يعني؟ ثلث الشعب موظفين بالقطاع العام، يعني حكومة جاي ترشي الشعب خاطر نسكت على البوق والميليشيات المتقاسمة للسلطة، وماكو عراقي ما إله علاقة بميليشيا لو فصيل حتى تمشي أموره. وحكومتنا ولائية لإيران اللي تحتقرنا إحنا العرب، وحق هذا أبو فاضل الإيراني يجي يمنا عبالك ملك وجاي ذل بينا باسم الولاية والمعصوم. والله العظيم احنا الشيعة اثبتنا فشلنا قدام العالم، وما بينا واحد شريف يشتغل بالسياسة. والمشكلة اني انا قبل سنتين كنت بلبنان وهم شفت نفس التأثير هناك. دولة منهارة تابعة لإيران، وشوارع كلها مكسرة، تعليم واقتصاد وصحة منهارين في شعار. والله العظيم يا حسين اني هسه تأكدت انه الشيعة جماعتنا يعرفون روحهم مو مطولين بالحكم، ولذلك جاي ينهبون الفلوس ويهربوها برا، وما عندهم مشروع حقيقي لبناء الدولة. وهاي معلومة إلك هسه أقولها قدام العالم، أكو 40 مليار دولار مجمدة بلبنان من فلوس السياسيين الشروقية الشيعة جماعتنا. دقيقة بس اسمح لي يا أخوي كاظم، تدري وش المشكلة الحقيقية الحين؟ في قسم كبير من العرب ما يدرون شيء عن إيران والدول المحكومة منها، وما يدرون أن مع الأسف الإيرانيين ينظرون نظرة دونية للعرب، مصدقين كل المشروع الإيراني لمجرد أن إيران تحارب إسرائيل. صح. والمعطيات واضحة ترى. أبغى العرب ينظرون وش سوت إيران في العراق وش اسمه سوريا ولبنان واليمن، وحتى في الشعب الإيراني نفسه وش سوت من دمار للإنسان والحجر والشجر. وحنا شيعة، حنا شيعة في السعودية والكويت والبحرين وعمان عايشين في أفضل حال، وربنا إن شاء الله لا يغير علينا. قسمات يا كاظم، إن حنا الشيعة أقلية في السعودية، ولو قررت الأغلبية السنية الثورة على آل سعود راح تلقانا حنا في طليعة المدافعين عن آل سعود السنة. وش رايك؟ الواقع يقول إن الشيعة في العصر الحديث ما بنوا شيء في أي دولة حكموها. شوارعنا، مستشفياتنا، مدارسنا والبنيات التحتية كل أبوها مبنية من رجال دولة سنة سابقين. والشركات الاستراتيجية العملاقة الاستثمارية برضو. ولذلك الشيعي السياسي هدفه الأول والأخير في الحياة هو النهب والخطف وإرهاب الشعب وتجويعه حتى يقبلون فيه، لأنه إنسان منحط يحكمهم. ولكن كاظم، أنا بنهاية المطاف راح أقول لك أن الحياة الحقيقية هي ليست لطم وتطبير، وإنما أمان وتعليم وسعادة وصحة فقط. هذه الأشياء ليست حرام، وإنما واجب على كل إنسان أن يوفرها لعائلته، وواجب على كل دولة أنها توفرها لشعوبها ورعاياها. ودمت بخير.